النهارده هنعمل احلى طبق كشك المظ من بتاع زمان. اول حاجه هنا لازم يكون عندنا شوربه دسمه، شوربه بط او شوربه فراخ بلدي تكون دسمه بالشكل ده، او حتى شوربه لحمه بس برضو تكون دسمه بالشكل ده. معانا كوبايه رز. كوبايه الرز دي هتعمل لك 4 اطباق، ما تستهونيش بيها يعني. هنغسلها كويس جدا وهنخلي الشوربه تغلي. المقدار الشوربه اكتر من الرز مرتين. يعني لو احنا معانا كوبايه رز هنحط كوبايتين شوربه، وهنسيبهم بقى يستووا. شايفين الدسمه ازاي؟ هو كشك كده. هنسيبهم بقى يغلوا، بعد كده ما يغلوا هنخليهم بقى على نار هاديه كده يستووا، ونحطهم على عين البوتاجاز التانية. هنيجي بقى على عين البوتاجاز التانية، هناخد بقى معلقه سمنه وبصلايه ونحمرها بالشكل ده كده اكن بصل كشري، يعني اكننا بنعمل بصل كشري. وهنسيب شويه كده في السمنه عشان هنحطهم فوق الرز. تمام كده. معلقه السمنه والبصل ونحطهم كده فوق الرز. تمام كده. الرز اهو استوى بنسبة مثلا 70%، ولسه ما اتشربش خالص. هنحطينا السمنة بشوية البصل اللي متبقيين دول، وهنسيبهم بقى ايه يكملوا سوا على نار هادية. وبعد كده هننزل بنص كيلو لبن. لازم لبن يكون دسم كده برضو عشان برضو يدينا طعم حلو في الكشك. وهنسيبه بقى اول ما يغلي. هنجهز معانا الاول. هحط طبعا الشوربه عندي متملحه ومتظبطه وفيها كل حاجه. هحط بس مكعب مرق، لان انا لما حطيت اللبن طبعا بقت ناقصه ملح، فحطيت مكعب مرق وشويه ملح صغيرين وشويه فلفل اسود. تمام كده. هسيبها بقى تغلي، ولما تغلي هجهز معانا هنا معلقه دقيق على شويه ميه صغيرين، حوالي ربع كوبايه ميه كده، وهدوب فيهم معلقه الدقيق كويس جدا، وهنزل بيها على الكشك بتاعي. هو ابتدى يغلي بالشكل ده كده، خلاص كده. اول ما احط الدقيق بالميه اللي انا عملتهم دول، هقلب بقى شويه لغايه لما يغلوا تاني. لازم يغلوا تاني عشان طبعا الدقيق يستوي، ما يبقاش ليه طعم كده في بقنا. وبعد كده ما يستوي بالشكل ده احطه في الاطباق وارش عليه البصل. هيبقوا بالمنظر ده كده، والطعم حكايه تانية خالص. هيفكركم بايام زمان وايام جداتنا لما كانوا بيعملوا لنا حاجه بجد في منتهى الجمال. يا رب تكون الطريقه عجبتكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك للقناه.